اما بالنسبه بقى لنادي الزمالك اللي اعلن يعني بنسبه 90% دول اسماء الراحلين عن نادي الزمالك. وبصراحه قايمه طويله عريضه كده عندنا فيها حلويات وقطايف ولطايف. قرب واشتري من عندنا، منتجاتنا طازه ومنتجاتنا جميله. اوعى تفكر ان اللعيبه دي اي لعيبه، ده اللعيبه دي كل لاعب فيهم يشيل فرقه. عندك مثلا النجم العالمي محمد طارق اللي بمشيئه الله هنودع الزمالك ونقول له باي باي. وعندك مستر اسيست محمود علاء صاحب افضل اسيست في التاريخ لمحمد مجدي قفشه في القضيه ممكن. وعندك عبد الله جمعه الظهير الايسر، او تقدر تقول الباك ليفت، او تقدر تقول الجناح لعبه في اي مكان. حته لعيب جوكر، هو صحيح ما بيلعبش بقاله 3 سنين، بس تقدر ان انت يعني ايه تشكله وتربيه على ايدك. حته لعيب حكايه وروايه. سيد نيمار كفايه اسمه، بص نيمار يعني حته لعيب غدار، يعني حته لعيب هيطلع نار. تقدر ان انت برضو تشكله على ايدك كده وتلعبه في اي مكان، سواء باك رايت سواء جناح شمال، لعبه زي ما انت عايز. عمرو بيه السيسي، وفخامة الاسم تكفي. عندك عمرو بيه السيسي، فخامة الاسم تكفي. واللي عنده اعتراض يقول لي عمرو بيه السيسي. رؤى مودريتش يعني نص الملعب، يعني الحكايه والروايه والقطايف واللطايف، يعني الهدوء، يعني اللونج باص، يعني اللعيب اللي له تقله في نص ابراهيم نضاي، يعني السنغالي، يعني المحترفين، يعني اللعيبه اللي بتعمل الفارق، يعني الحرفنه والمهاره والسرعه. ابراهيم بن نضاي. سامسون كوكاكولا ايكينولا يعني لو اتزنقت فيه هتذبحه على العيد. حته لعيب وزن وتقل، حكايه يابا، حكايه. ده متسمن تسمين من العالي، يعني تقدر تحطه في الملعب كده وانسى انت بقى جوعه بس شويه. عندك محمد بيه عبد الغني نجم النجوم، لعيب بيلعب بدماغه قبل ما بيلعب برجله، لعيب فكره الكروي عالي. واحد من افضل المدافعين في مصر، سامحنا على الكذب ده يا رب. الزناري يعني الاوتات الطويل، يعني لعيب حكايه. تقدر تلعبه كل ما يجي لك اوت هيعملوا لك زي الكورنر. شوف بنديكم مواهب. ناصر منسي هو صحيح اتنسى عندنا في الزمالك شويه وما ادينالوش فرصه، بس اهو خدوه انتوا بقى وادوا فرصه براحتكم. يعني نعمل ايه يا اخوانا اكتر من كده؟ قايمه طويله عريضه اهي. عايزين نطور من مستوى الانديه المصريه، واي نادي خليجي حابب يخش شيل يابا، حمل يابا، حمل وشيل، هتلاقي تطور في الاداء. احنا كل اللي بنعمله ده مش عشان ان احنا عايزين لا سمح الله شايفين ان اللعيبه دي مش مهمه في الزمالك، لا خالص. احنا عايزين نطور الكره المصريه وعايزين نعمل اداء مشرف للكره المصريه، فاحنا بنحاول نقوي الانديه المصريه عشان كده بنديهم اللعيبه دي. ولو اللعيبه الدوري السعودي دوري روشن، ايه عندكم واحد في مستوى سامسون كوكاكولا؟ مفيش. خدوه واعملوا منه، اتعلموا من الراجل. ما انتوا جبتوا كريستيانو رونالدو وبنزيما وتاليسكا على فاريسكا. ايه المشكله ان انتوا تاخدوا سامسون ايكينولا؟ ده حتى اسمه حلو، سامسون ايكينولا. اتمنى ان الانديه المصريه والانديه الخليجيه تصارع من اجل ضم هؤلاء، عشان يعني الفرصه بتيجي في الحياه مره واحده. الفرصه بتيجي في الحياه مره واحده يا اخوانا. ادي احنا قلنا لكم وانتوا حرين، انتوا حرين بقى، مش هنقطع نفسنا اكتر من كده. يلا لحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم، ويا رب نكون دايما عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك لاخوه الغالي يلا والصحاب واحده زربيه والنوع على اللايك. واللي لسه ما اشتركش في القناه فضلا منك وليس امرا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسره ملعب افندينا.